اهلا وسهلا بيكم في الجزء الاول من المحاضره الاولى من كورس ديجيتال ماركتنج ماستري. الجزء ده هيكون مدخلكم لعالم التسويق من اوسع ابوابه. هنرجع مع بعض بالزمن ونشوف ازاي التسويق بدا واتطور من بعد الحرب العالميه الثانيه لحد النهارده. هنتعرف على اهم المصطلحات اللي هتساعدنا نفهم الدنيا اكتر، وهنشوف ازاي التسويق مش بس بيبيع منتجات لكن كمان بيغير سلوكيات وبيخاطب العقل والقلب في نفس الوقت. كمان مش هنسيب الادوات والوظائف الاساسيه للتسويق تفوتنا، هنشوف ازاي المسوقين المحترفين بيستخدموا ادواتهم عشان يوصلوا لاحسن نتائج. هنتعلم النهارده الاساسيات وهنشوف ازاي اتطورت. كل ده هيكون الاساس لبناء استراتيجيات تسويقيه قويه وفعاله. جاهزين؟ يلا نبدا مع بعض رحله عمرها 1000 سنه. الحقيقه انا مش جايب لك معلومه جديده ولا اوعدك ان انت تحقق احسن نتائج في الدنيا ولا اثبت لك اني اشطر ماركتير بيستخدم الاي اي بناء على اساس علمي، لكن حقيقي من حق كل صاحب بزنس يعرف تيم التسويق بيفكر ازاي عشان يعرف يتعامل معاه ويحقق نتائج ما حصلتش، ومن حق كل ايجنسي او تيم ماركتنج يلاقي العميل او الشركه اللي فاهمه ومقدره شغله. عشان كل الاسباب دي عملت لك كورس ديجيتال ماركتنج ماستري. الكورس هيكون طويل شويه، هحاول انه يكون بينزل حلقه يوميا، وغالبا هنوصل لشهور لان ناوي احكي فيه كل اللي ممكن تكون تعرفه عن الماركتنج واللي اكيد ما تعرفوش. فممكن تعتبر اني ببني عماره وبحاول اظبط الاساس قبل ما ارش الدهانات والديكورات. صدقني لو قلت لك ان الفولو مش الهدف خالص، لكن انت محتاج تعمل فولو عشان توصلك الحلقه الجديده كل يوم. يلا بينا. اهلا بيكم في اول جزء من كورس ديجيتال ماركتنج ماستري. الحقيقه انا حبيت ابدا بنظره تاريخيه لاني بجد بقابل ناس كتير لسه واقفه في زمن مش زماننا ومقتنعه انه لسه فعال بما فيه الكفايه عشان ينجح، او لسه ناس ثانيه بتمكس ما بين مفاهيم عفى عليها الزمن وترندات شايفينها دلوقتي فمش عارفين احنا فين. فخلوني ابدا في رحله سريعه نعرف فيها تطور مفاهيم التسويق ونشوف ازاي التسويق اتغير من اول ما بدا لحد النهارده. خلينا نبدا من الاول، من قبل 1000 سنه. قبل 1000 سنه كان في نظام المقايضه. في الزمن ده الناس ما كانوش بيستخدموا فلوس زي دلوقتي، كانوا بيبدلوا الحاجات اللي عندهم بحاجات تانية، حاجات تانية هم محتاجينها اكتر. يعني لو عندك خضار وعايز حبوب تروح للي عنده حبوب وتبدل معاه. قبل 400 ل 500 سنه بدات تظهر الاسواق التقليديه traditional marketplace. مع الوقت بدأوا يتجمعوا في أماكن معينة يتبادلوا فيها السلع والخدمات بالفلوس. الأسواق بدأت تظهر والفلوس بقت الوسيلة الرئيسية للتبادل ما بين الناس. الدنيا اتطورت شوية في القرن 18 و 19 بقى في سوق للبيع سيلرز ماركت بليس. في الفترة دي البايع كان هو اللي ماسك السوق، العرض كان قليل والطلب كبير، وده خلاه يقدر يتحكم في الأسعار ويبيع زي ما هو عايز. في القرن العشرين هو زمن التسويق عبر الإعلام التقليدي، الماس ميديا ماركتنج. لما ظهرت وسائل الاعلام زي التلفزيون والراديو والجرايد بقت الشركات عندها فرصه توصل لعدد اكبر من الناس. كان ده بدايه الاعلانات الجماعيه اللي بتوصل لعدد كبير من الناس في وقت واحد. اما القرن ال21 التسويق الحديث بدا ياخد شكل تاني خالص. مع ظهور النت الدنيا اتغيرت تماما، السوق بقى متشتت وكل فئه عندها احتياجاتها الخاصه. الشركات بقت تستهدف مجموعات معينه بدل ما تتكلم مع كل الناس بنفس الطريقه، والموضوع اتغير تماما. اخر كام سنه ظهر نماذج الاعمال المبتكره او الانوفيتيف انترنت انيبلد بزنس موديلز. في الفتره الاخيره ظهرت نماذج اعمال جديده معتمده بالكامل على الانترنت. الديجيتال ماركتنج والاي كوميرس التجاره الالكترونيه خلت الشركات تقدر توصل للعملاء في اي وقت ومن اي مكان. خلينا نختصر الكلام ده كله ونقول انه التسويق اتطور من شكل بسيط جدا لحد ما بقى معقد جدا جدا بفضل التكنولوجي والنت وغيره. يا ترى وانت بتفكر في تسويق منتجاتك انت واقف في اي زمن فيهم؟ تابع معايا في الكورس وخلينا نشوف مع بعض احنا فين وازاي ممكن نستخدم التطورات دي لنجاحنا في التسويق. بعد ما شفنا التطور بشكل عام تعالوا نشوف رحله تطور مفاهيم العمل والانتاج والتسويق بشكل مفصل شويه، وازاي اتطورت في كل فتره زمنيه بنتكلم عنها. بدا مفهوم الانتاج سنه 1930. في الايام دي الشركات كانت مشغوله شويه في انتاج المنتجات اللي جودتها عاليه وسعرها معقول. ما كانش فيه اهتمام كبير بالاعلانات او الترويج، او الفكره كانت بسيطه، لو منتج سعره كويس ومناسب الناس هتشتريه من غير ما تحتاج اي مجهود. كان التركيز كله على جوده المنتج وتكلفته القليله. ناخد فورد كمثال. في الفتره دي شركه فورد كانت مثال واضح على التركيز على الانتاج بجوده عاليه وسعر معقول. فورد قدمت موديل تي اللي كان اول عربيه بتتصنع بكميات كبيره جدا وبسعر في متناول الكل. الفكره كانت بسيطه، انتاج كميات كبيره، تكلفه قليله، تتباع بسعر مناسب لكل الناس تشتري من غير اعلانات من غير اي مجهود. الفترة دي كانت مميزة جدا بان المنتجات جودتها عالية، سعرها معقول، تكاليفها قليلة. مفهوم البيع بدأ يتغير ما بين 1930 و 1940. في الفترة دي الشركات بدأت تشوف انهم محتاجين يبيعوا اكبر كمية ممكنة من المنتجات، فبدأوا يلجأوا للاعلانات والترويج والعلاقات العامة. يعني هدفهم كان واضح، نبيع قد ما نقدر. كانوا مهتمين بالبيع بشكل اساسي والاهتمام الاكبر كان بالاعلانات والترويج. ناخد كوكاكولا كمثال. في الفتره دي كوكاكولا بدات تركز على البيع بشكل مكثف جدا، وده كان من خلال حملات اعلانيه قويه جدا. الحمله كانت بتركز على ازاي تخلي الناس يفكروا في كوكاكولا كمشروب يديهم شعور منعش.
الفترة دي اتميزت جدا بان كان فيها اعلانات مبتكرة جدا بالمقارنة بزمانهم، الترويج كان وفق قواعد زي ما الكتاب بيقول، والبيع الشخصي كان مباشر جدا. مفهوم العميل في 1950، في الخمسينات بدأت الشركات تعرف أهمية رضا العميل، فهموا ان النجاح المستدام بيجي من تلبية احتياجات العملاء، وبدأوا يركزوا على اللي السوق عايزه واللي العميل عايزه اكتر عشان يحققوا ربح على المدى الطويل. ناخد مثال ماكدونالدز غيرت طريقة التسويق بتاعتها تماما، بدأت تركز على رضا العميل بشكل أساسي. الشركة بدأت تركز على تقديم وجبات سريعة بأسعار مناسبة وبيئة نظيفة للأطفال. ده كان بيخليهم يستقطبوا عدد اكبر من العملاء ويبداوا يحققوا ربح على المدى الطويل، وبداوا يركزوا على العملاء واحتياجاتهم، وده ساهم بشكل كبير جدا في نجاحهم. الفتره دي اتميزت انه كان في تركيز على رضا العميل، التركيز على الربح طويل المدى، والتركيز على حجم الطلبات وحجم السوق. نيجي للمفهوم الاجتماعي من 1970 ل 1980. في السبعينات والثمانينات الشركات بدات تفكر ابعد من مجرد بيع المنتجات، بدات تهتم بازاي تحقق مكاسب وفي نفس الوقت تساهم في المجتمع وتفكر في الاستدامه على المدى الطويل. كان في تركيز على احتياجات العملاء والمسؤوليه الاجتماعيه. في الفترة دي ذا بودي شوب كانت من أوائل الشركات اللي ركزت على المفهوم الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية. الشركة ركزت على تقديم منتجات تجميل طبيعية وصديقة للبيئة، رفضت تعمل أي اختبارات على الحيوانات، كمان كانت تدعم كتير من القضايا الاجتماعية والبيئية، كانت تدعم حماية حقوق الإنسان، كانت تدعم الحفاظ على النبات وهكذا. وده كان بيعكس التزامهم بالمجتمع وبقضايا الاستدامة وخلافه، وكانت من الأسباب الرئيسية اللي خلت العملاء يرتبطوا باسم الشركة، مش بس عشان منتجاتها لكن كمان عشان عندها مبدأ وعندها قيم. الفترة دي اتميزت بالتركيز على احتياجات العملاء والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. التسويق الحديث من الألفينات. في الألفينات التسويق بقى لعبة مختلفة تماما. مع ظهور القنوات الرقمية الشركات بدأت تهتم بتقديم تجربة عميل جامدة جدا. الشركات بدأت تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا عشان توصل رسالتها وتحقق أهدافها عالميا. ناخد مثال في بداية الألفينات، شركة أمازون كانت من أوائل الشركات اللي استخدمت القنوات الرقمية بشكل متكامل. الشركة قدمت تجربة عميل ممتازة من خلال الويب سايتس والمواقع اللي بتستخدم خوارزميات عشان تعمل توصيات مخصصة لكل عميل. ده كان بيساعدهم يقدموا تجربة تفاعلية مع كل عميل على حدة. الشركة اعتمدت التكنولوجي والابتكار عشان تحقق نجاح عالمي مش محلي. مميزات الفترة دي ان هي بدأت تهتم بتجربة العميل المتكاملة وانها توصل الرسالة المظبوطة في الوقت المظبوط. واخيرا مفهوم التسويق بالذكاء الاصطناعي. بعد 2020 في ال10 سنين اللي فاتوا بقى الذكاء الاصطناعي هو كارت كسبان في مجال الماركتنج. الشركات بدأت تعتمد على ادوات الذكاء الاصطناي زي التعلم الآلي وتحليل البيانات وحاجات تانية كتير عشان يفهموا العملاء بشكل أدق ويبدأوا يقدموا تجربة خاصة بكل عميل. كمان ال AI بقى بيساعد في تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلانية بشكل أسرع بكتير وكفاءة أعلى، وده بيساعد في تحسين العائد على الاستثمار وتقديم قيمة أكبر للعميل. ناخد مثال، شركة نتفليكس تعتبر مثال ممتاز على استخدام ال AI في الماركتنج. نتفليكس بتعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي عشان تحلل سلوك المشاهدين وتبدأ تقدم توصيات مخصصة لكل مشترك بناء على اهتماماته. ده بيساعد في تحسين تجربة العميل، زيادة وقت المشاهدة والتفاعل مع المنصة وحاجات تانية كتير. الفترة دي اتميزت انه استخدام الاي اي تولز والاوتوميشن وتحليل البيانات وحاجات تانية كتير كانت هي الاساس عشان تعلي معدل العائد على الاستثمار. الخلاصة، من اول اهتمامهم بالانتاج والبيع لحد تركيزهم على العميل والمجتمع واخيرا للوصول للعصر الرقمي، اتطورت مفاهيم التسويق بشكل بيوضح ازاي الشركات بتواكب التغيرات الكبيرة في المجتمع والتكنولوجيا. كل مرحلة في رحلة التطور دي بتعكس ازاي التسويق اتكيف مع الزمن وتغيرات السوق. وهيفضل سؤالي ليك، يا ترى انت اتطورت مع التطور اللي حواليك ولا لسه واقف في الخمسينات؟